سيمي فاينال كاس التحدي الانتر كونتيننتال. احنا زعلانين ليه كجمهور الاهلي مع انك بتلعب في بطوله كبيره وانت اصلا ما خسرتش. انت خسرت، طلعت بضربات جزاء باستهتار لعيبه. يعني لو كانت إن اللعيبه ركزت في ضربات الجزاء كنا احنا دلوقتي لعبنا نهائي كاس الانتر كونتيننتال مع ريال مدريد. انا ناس كتير بتجتهد وبتقول ان كهربا هو اللي طلب يشوط ضربة الجزاء، وناس تانية بتقول ان المدرب كان حاطه من الخمسة الاوائل اللي هيشوطوا ضربة الجزاء، وناس تالتة بتقول ان في لعيبة خافت تخش فدت الكرة الكهرباء، خش انت سجل ضربة الجزاء عشان انت اللي تجيب الفوز وانت اللي تاخد اللقطة. فانا بقى بشوف ان اللي خسرنا الماتش ده كان سبب تالت خالص، هو كولر كان بداية ان احنا رجعنا في المباراة بسبب تغييره لأسامة ابو علي وحسين الشحات، واللي واللقاء شغال. يعني انت كنت ماسك كوره على باتشوكا بسبب اسامه ابو علي وحسين الشحات، هم اللي عاملين لك خطوره على فريق، على مرمى فريق باتشوكا، تقوم تخرجهم. كان في مدافع بتاع باتشوكا اللي هو الاسود دوت، كان خلاص اسامه ابو علي هته على الاخر يعني. فلما خرجته ونزلت كهربا هو ريح، هو خد نفسه. كنت ممكن تعمل تغييره تانية لو اسامه ابو علي خلاص عمل مجهود جامد وجاب اخره في الماتش، كنت ممكن تعمل تغييره تانية خالص. يعني كنت ممكن تنزل بيرستاو كان يلعب مهاجم مكان اسامه ابو علي، وكنت ممكن تنزل رضا سليم وينج. طب دي حلول اكتر. يعني كهربا مش سريع، مش هجام برضو. كهربا احنا مش مهاجم اصلا، يعني احنا نرجع بالذاكره كده لثلاث اربع سنين كهربا مش مهاجم. هو نزله في مباراه سموحه اللي هو رجع منها كهربا لما كان موقوف 6 شهور، ورجع المباراه دي وسجل هدفين. فهي دي استغليناه فيها لان احنا اصلا مش عارفين نجيب مهاجم افريقي، فكهربا مش مهاجم. فكنت ممكن تنزل بيرسي تاو مهاجم وتلعب رضا سليم وينج، وكان معاك طاهر وينج برضو، او يعني كتغييرات ياما كنت ممكن تعملها. دي النقطة التانية ان انت في ضربات الجزاء انت ربنا كرمك واول ضربتين جزاء ضاعوا من فريق باتشوكا، كنت ممكن تدخل عمرو السولية افضل لعيب في الاهلي بيسدد ضربات جزاء، كنت ممكن تدخله في ضربة الجزاء بتاعت كهربا وتضمن الفوز. لا، دخل كهربا ضيع. كنت ممكن برضو اخدنا فرصة تانية ان احنا كنا ممكن نسجل كرة عمر كملعب واحد. عمر كمال بالمناسبة كان من احسن اللعيبة في المباراة، مش سبب ان هو ضيع ضربة الجزاء فهو خلاص وحش، لا عمر كمال كان من احسن اللعيبة. يعني بشوف ناس كتير بتنتقده يعني. فكان ممكن يخش عمرو السولية في الكرة التانية ونكسب برضو. ودي انا بشوف كولر هو ما كانش مركز في المباراة كويس جدا، مع ان كولر بيقرا الجيم كويس، بيعرف يعمل تغييرات، بيذاكر كويس الفرق وبتاع. احنا عملنا مباراة انا بشوفها جيدة جدا، يعني انا بشوف مباراة الاهلي مع باتشوكا كانت جيدة جدا، بس